طبعًا قصة النهارده يعني قصة جميلة جدًا لامرأة ضاق بهم الحال. يعني القصة دي المفروض يعني الراجل اللي ميسّر عليه ربنا يعني يعتبر من القصة دي ويعمل شيء ليوم الطلاق. القصة من أولها إن امرأة ضاق بها الحال هي وزوجها، يعني ما كانش معاهم أي شيء وضاق بيهم الحال خالص، ومعهمش إن هم ياكلوا ولا يشربوا. فذهبت إلى رجل من بني أمية، راجل ميسور الحال، ربنا كرمه ومعاه فلوس يعني. فطرقت الباب ففتح لها الخادم. فقال لها: ماذا تريدين؟ قال: أريد أن أقابل سيدك. طبعا قال لها: ومن أنت؟ قالت له: أنا أخته. طبعا الخادم يعرف إن سيده ليس له أخوات، فذهب إلى سيده وأخبره أن امرأة تدعي أنها أخته وتريد مقابلته. فطبعا قبلها بوجه بشوش وقال لها: أي من إخواتي أنت يرحمك الله؟ قالت له: أختك من آدم. فقال: والله رحم مقطوعة، وسأكون أول من يصلها. فقالت له: ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيء ليوم الطلاق؟ فما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فقال لها: أعيدي. قالت له: ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيء ليوم الطلاق؟ فما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فقال لها مرة أخرى: عيدي، ثالث مرة. فقالت: ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندكم شيء ليوم الطلاق؟ فما عندكم ينفذ وما عند الله باق. فقال لها في الرابعة: أعيدي. فقالت له: ما أعد تعلم أن الأعادة مزلة، وما أعدت أن أزل نفسي لغير الله. يعني أنت عارف إن أنا لو عدت تاني الأعادة مزلة، وما اعتدت أن أذل نفسي لغير الله. فقال لها: والله لو أعدت 100 مرة لأعطيت في كل مرة 1000 درهم. فقال لخدامه: أعطوها من الناق 10، ومن البقر 10، ومن الغنم ما تشاء، ومن المال فوق ما تشاء، لعلنا نعمل لشيء ليوم التلاق، فما عندنا ينفذ وما عند الله باق. يعني المفهوم من القصة إن أنت راجل ميسور الحال وربنا موسع عليك ومديك. في ناس ضاق بهم الحال، في ناس ما عندهاش، في ناس ليس لها ولا عليها ولا معها أي شيء. فاعمل شيء ليوم التلاق، فما عندكم ينفذ وما عند الله باق.